تمام. طب دلوقتي يا دكتور، طبعا احنا عارفين في هوس، يعني في ناس بيحتاجوا عمليات فعلا تجميل وفعلا لازم يروحوا لطبيب او دكتور تجميل. في ناس لا، موضوع بقى هوس لدرجه بنلاقي بنات في العشرينات بنات في العشرينات يروحوا لدكاتره تجميل، احنا عايزين نكبر شفايفنا، عايزين بوتوكس، عايزين فيلر. في الحاله دي جات لك حالات كده اكيد صح؟ طب بتعملي ايه مع الحالات دي؟ بتقول لهم لا انتوا كده حلوين، ولا فعلا بتعملوا ان هم عاوزين؟ لا، حسب اللي هم عاوزينه. يعني بصي حضرتك، العشرينات دي لو ما عندهاش مشكله، لو مش مثلا بتلبس نظاره بقالها مثلا فتره طويله فعامله لها كسر بين حواجبها او عامله لها هالات تحت عينيها، بنبتدي نقول لها انت كفايه عليكي بلازما، كفايه عليكي الحاجات البروسيدورز الطبيعيه جدا اللي هي مجرد تعزيز للكولاجين اللي عندك، مش تنشيط بقى، احنا بنعزز افرازه بس عشان من الاساس ما تخشيش في السن اللي محتاجه فيه فيلر وبوتوكس. كفايه. يعني عندك مناسبه مهمه، طيب عايزه ابقى جلوي في وسط اصحابي، حطي حقنه نضاره، شويه فيتامينات، ما فيهاش اي حاجه. الحقنه النضاره دي اللي حضرتك اتكلمتي عنها في الاول، دي بتبقى عباره عن شويه شويه دي امنه وحاجه ناتشرال، ما فيهاش حاجه، دي ناتشرال خالص. دي عباره عن زي سائل ترطيب مع شويه اربيوتين، سوربيتول، فيتامينز، دي لاي سن مش اكتر. لاي سن خالص طبعا، بس في السن الكبير مش هتجيب نتيجه. لا، هي بتبقى يعني بتدي جلو كده بعد الحقن، بعد ما يكون الوش ظبط نبتدي نحقنها، طبعا بتبقى واو. يعني لوحدها مش كفايه، بتبقى لازم معاها حاجه لوحدها للسن الصغنن، بتعزز الكولاجين اكتر، بتخليها البنوته تبقى فرحانه بشكلها، رايحه مناسبه، بتبقى ناضره فيها، وفي الاخر احنا ما اديناهاش حاجه، ما حقناهاش اي مواد جوه جسمها يعني. طب لو ما فيش عيب خلاص بنلجأ للحاجات البسيطه. ده في السن الصغير. الروتين مهم جدا، خدي بالك في شويه حبوب بنعلمها تتعامل معاها ازاي، لان المشكله اللي بتحصل دلوقتي في السن بتاع العشرينات ده اكتر حاجه الحقيقه بنشوفها، الحبوب، وان المشكله عندهم مش بتتحل، ده بتتفاقم بسبب عدم الاعتناء بالبشره. بالظبط كده. بسبب عدم الاعتناء. بسبب عدم الاعتناء. لا، والعلاج الغلط، في ناس بتعتني بزياده بس في طريق غلط. يعني انا صاحبتي جربت ده، هو دوت احسن حاجه، يلا هاخد ده واحطه. طب انت مش عرفك طبيعه جلدها ايه؟ انت مش عرفك السكين تون بتاعها ايه؟ الاندر تون بتاعها ايه؟ بتستخدمي برودكت وانت مش عارفه هو يناسبك اصلا ولا لا. ازاي انت جلدك جاف، هي جلدها دهني، العكس تماما، تختلف من الحاله. طب انت عندك حبوب وهي عندها حبوب، بس دي حبوب جفاف، انما دي حبوب نتيجه البايوجينيك انفكشنز. فكل واحد على حسب عنده ايه بيحتاج العلاج ازاي. يعني بصفه عامه اي مريض بيجي لك ما نقدرش نعمم ده يحتاج كذا، لا نهائي. كل حاله خاصه، ده من الام لبنتها في 1000 فرق. طيب